السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هنعمل ان شاء الله عمايل طريقة الفطير المشلتت، الطريقة السهلة ان شاء الله ان اي حد مبتدئ يعرف يعملها، الطريقة اللي هي الرول. تابعوا معايا الفيديو للاخر وهتشوفوا الطريقة ازاي. انا دلوقتي بنخل الدقيق، انا بصراحة متعودة اي دقيق لازم انخله سواء سايب او اكياس، وانا بفضل طبعا الاكياس لان هو اضمن. انا هعمل حوالي كيلو ونص، ده كده كيلو اهو، وهعمل معاكم رز. لازم يا حبيبتي وانت بتعجني الدقيق لازم تكوني سايبه حبه، لازم تكوني سايبه معاكي شويه عشان العجينه معاكي طريه. لازم تدويها بحبه الدقيق، لو ناشفه تدويها بشويه ميه. انا هسيب حوالي نصه كده اهوت احتياطي، لو عوزت منه اخد. نص مش نص، اقل من نص، يعني حوالي تلت كوبايه سكر عشان بيديله طعمه حلو. وهنا معلقه ملح صغيره، ماشي. والميه هنا دافيه زي لمعه العين. طبعا الفطير معروف ما بتحطلوش خميره، عجن بميه بس. ان شاء الله باذن الله تبقى طريقه سهله على اي حد مبتدئ اول مره يعمل فطير هيعرف يعملها ان شاء الله. انا ما بعملش بمعيار، انا على حسب عيني اشوف. طري هحط دقيق، ناشف هزود ميه. هو تقريبا الكيلو دي معروفه بياخد يعني من كوبايتين لكوبايتين ونص ميه، ما بياخدش اكتر من كده. انت بعينك كده تبقي شايفه قدام منك العجينه محتاجه ميه او دقيق. اي حد مبتدئ ان شاء الله يقوم يجرب ان شاء الله، حتى في نص كيلو دقيق كده يعمل فطيره واحده كفايه. يجرب فيها، ما يجربش في كميه كبيره، يجرب في نص كيلو. ماشي، هلمه برضك وهوريكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ابتدي دلوقتي يا حبايبي انا لميت العجينه اهي قدامكم، حتى اعجن فيها حوالي كده 5 دقايق لحد ما لقيتها طريه كده خالص، والعجينه اتثبت من ايدي. بص ايدي بقت نضيفه ازاي، العجينه بقت اتثبت من ايديا. وبص في البلاستيكه كمان تلاقي البلاستيكه نضيفه وما فيهاش عجين لازق كده. بقى انت عجنتي عجين حلو، وتلاقيه ناعم معاكي كده بقى انت كده عجنتيه كده كويس كده. العجين ان شاء الله احسن من العجين كمان. سيبيها بقى ترتاح كده نص ساعه زي ما انت عايزه، ما فيهاش خميره. يعني لو سبتيها، لو انت مش فاضيه وسبتيها ساعتين مش هيحصل اي حاجه. اهيت نغطيها كده بكيسه ونسيبها في مكان يعني حلو، ولا هوا ولا حر، هو مش محتاج. هي هنحطها في الفرن شويه كده، ونوريكم بقى ان شاء الله واحنا بنبططها ازاي. ابتدي دلوقتي يا حبايبي انا رجعت لكم اهو بعد ما مر نص ساعه على العجينه، بعد ما ارتاحت. انا سبتها نص ساعه ترتاح. انا هقسم العجينه دي، هو حوالي كيلو ونص دقيق، هقسمه على 3 فطاير. هقسمه على على 3. بس الاول هدهن الصينيه زيت، حتى بردك مع الفرد بردك تدهني الصينيه بتاعتك زيت. انا هقسمها على 3 اجزاء عشان يعملوا 3 فطاير حلوين. الفطيره لما بتبقى كبيره كده بتبقى معاكي حلوه وما بتبقاش ناشفه. دلوقتي بردك هسيبها تريح بردك نص ساعه تاني. هغطيها باي فوطه عندك نظيفه، اي حاجه، ما عندكيش فوطه، كيسه مخده، اي حاجه، كيسه، اي حاجه، غطيها كده اهيت.
هنسيبها بردك نص ساعه ونرجع لكم تاني. هقفل الفيديو. ابتدي. دلوقتي يا حبايبي بعد ما العجينه ارتاحت نص ساعه اهي تاني، انا دلوقتي دهنت الصينيه زيت وايه هفردها على قد ما اقدر، على قد ما ايه ما الصينيه تعمل معايا. هفردها الطريقه دي ان شاء الله باذن الله هتبقى سهله ان شاء الله. بس واحده بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لو اتقطعت منك مفيش مشكله، كده كده هتتلم وهتتفرج ايه هتتفرج تاني على قد ما تقدري كده ايه تاخدش. قطعت منك مش مشكله اهي كده ايه لأي حد لسه بادئ. على قد ما تقدري افرجي قطعت منك مفيش اي مشكله. فردت اهوت. هي الصينيه برضك مش كبيره معايا، هي ممكن تتفرد اكتر من كده. دي يا جماعه سمنه فلاحي، انتي ما عندكيش سمنه فلاحي ممكن تنشفها باي سمنه انت عايزاها مفيش مشكله. يفضل يكون السمنه ما تكونش سايحه قوي معاكي عشان ما تنزلش منك وتبهدل الدنيا. هي عشان الجو لسه ساقع شويه فهي السمنه متماسكه معايا شويه. لو ما كانت الدنيا حر كنت تحطي الايه تحطي السمنه في التلاجة شويه عشان ما تبقاش ايه سايله منك قوي. ماشي على حسب بقى انت ما بتحبيه بقى، انت بتحبيه دسم هتحطي سمنه كتير، بتحبيه خفيف تحطي ايه سمنه قليل. انا بقى ايه بعمل وسط، ولا كتير قوي ولا ايه ولا قليل قوي. هو معروف الفطير بيبقى سمنته كتيره شويه بس احنا برضك ايه مش هنكتر. وهنلم الجنب ده كده عشان مفيش حاجه تطلع مننا الجنب التاني مش حبايبي عشان مفيش حاجه تطلع مننا من الجنين. وهنلم كده العجينه نعملها رول، واحنا بنتني كده نشد على قد ما نقدر، واحنا بنتني كده نشد. لو اتقطعت منك مش مشكله اهو. وانتي بتلمي شدي على قد ما تقدري عشان يطلع معاكي مورق على قد ما تقدري شدي. الطريقه دي يا جماعه لاي حد اول مره يعمل فطير هتطلع معاه ان شاء الله ناجحه. هي بسيطه جدا جدا وسهله خالص خالص خالص. انا بصراحه بعمل الفطير بطريقه تانية بس لقيت الطريقه دي اسهل، قلت اجرب. البني ادم طول ما هو عايش لازم يجرب ويجمد قلبه نجرب ان شاء الله حتى في كوبايتين دقيق ويعمل فطيره صغيره مش ايه اي مشكله. هجيبها معاكم لحد النهايه برضك عشان تشوفوها. وانا بتني بشد اهو بشد على قد ما تقدري اهو شدي اهو اهي لحد ما وصلت ايه للنهايه اهو بقى كده. وهسيبها بردك ايه ترتاح تاني معايا. لازم كل حاجه تعمليها ترتاح. يعني الفطير ده معروف اللي هو ايه اللي يرتاح 3 مرات رايحين معاكي. هسيبها بقى ترتاح وهفرد الاتنين التانيين وبعد ما افردهم هوريهم لكم.
عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نجيب بقى دي كده اهي، نديها هنا مكانها ايه، مكانها ترتاح. نغطيها برضه فسيبها. ابتدي. دلوقتي يا حبايبي بعد ما الفشيله ارتاحت معانا اهي، تالت مره ترتاح فيها، دهنت الصينيه زيت. هو الزيت دوت مش عشان ما تلزقش، الزيت دوت عشان يسهل عمليه الفرد معاكي. لو انت دهنتيها سمنه من تحت، السمنه هتجمد وهتخلي الفطيره ما تمشيش معاكي زي ما هي بتمشي معايا كده. ماشي. انا فردت الفطيرتين التانيين، مرضتش افردهم معاكم عشان ايه مطولش عليكم، وهوريهم لكم برضك. بصي بتتفرد بمنتهى السهوله ازاي لما هي بترتاح، والزيت كمان بيعمل بايه، بيسرح في الايه، في الفرد. اهي عشان مطولش عليكم، واوريكم الصينيتين التانيين كمان هما. بصوا بصوا يا جماعه، السواق دوت كان عندي بقاله سنين بتاع الفرن، ما كنتش بستخدمه، بس طلعت غلطانه. السواق دوت لما انا بستخدمه بيوفر عليا وقت كتير، لان انا بحط الصينيه دي على الشبكه وبحط دوت فوق منه، فبيوفر عليا الوقت. هي هتطلع الفطيره مربعه بس مفيش مشكله، عادي مش مشكله. ده يعني بيساعدني بصراحه في عمل الحواوشي، في عمل فطير زي كده، في عمل اي مخبوزات دي ايه، بيأثر عليا الوقت كتير قوي. هحطه بقى في الفرن، انا مولعه الفرن بقاله بتاع حوالي 10 دقايق اهوت، مولعاه على اعلى حاجه، على اعلى حاجه، ومشغله المروحه. لو انت بقى ما عندكيش مروحه ممكن تشغلي من فوق ومن تحت، تشغلي الشوايه وتشغلي من تحت، لكن انا هحطه على الشبكه ومعليه النار، لازم تعلي النار على اعلى حاجه عشان ما ينشفش منك. ماشي. يلا انا هحطه في الفرن، لما يطلع بردك هوريهولكم. اهو، ودوت بحطه فوق منه كده، وسبحان الله مع ان ده اللي فوق بس ده اللي بيستوي اكتر من ايه، من الصينيه اللي تحت. لما يطلع من الفرن هوريهولكم. ابتدي. دلوقتي يا حبايبي الفطير اهو بعد ما طلع من الفرن، انا سبته يهدى شويه وطلعته. انا عملت ايه اول ما طلع من الفرن وهو سخن خالص، طلعته حطيته فوق بعضه، حطيته فوق بعضه وغطيته، غطيته كده وهو سخن ملهلب عشان يطرى معايا. هو كان طالع ناشف سنه من الفرن، بس انا لما غطيته كده هو بقى طري. ماشي. وكمان يا حبايبي هي الصينيه دي المفروض كانت تاخد يعني ايه، تاخد لها بتاع كيلو الا ربع يعني دقيق. انا عملتها بنص كيلو، طلعت معايا رقيقه شويه، كان المفروض يبقى اضخم من كده، يعني نص كيلو دقيق في الصينيه اللي اقل من دي. ماشي. يعني دلوقتي نص كيلو دقيق هتحطي عليه نص كوبايه سمنه. بصي سمنته حلوه، وعلى فكره كانت في الصينيه كمان فاضله في الصينيه وانا كبتها عليه. ماشي يا حبايبي، وهقطعه معاكم برضك واوريكم ازاي هو مورق. ماشي. بصوا بصوا مورق ازاي. ماشي، طريقه سهله ان شاء الله كلكم جربوها هتعملوها. بصوا مورق اهو، بس اهم حاجه زي ما بقول لكم كده تريحوا العجينه معاكم وتفردوها بالزيت وتحطوا لها سمنه، يعني كل نص كيلو دقيق عليه نص كوبايه سمنه. ماشي. وحبه سكر وحبه الملح الصغيرين، وتحطيها على الشبكه والفرن يكون عالي، والفطير يطلع من الفرن يتحط فوق بعضه، ما تقلقيش منه، مش هيعجن معاكي ولا حاجه، بالعكس هيطرى وهيبقى حلو. طلعيه من الفرن تحطيه فوق بعض وتغطيه. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك.